اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال يا رب. في الفيديو ده باذن الله هقول لك ازاي تتحول من شخص بيهرب من المذاكره لشخص بيحب المذاكره ومش قادر يبعد عنها ابدا. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي انا هنزلها لك الفتره الجايه مهمه جدا وهتنفعك، وكمان هتفتح عينيك على حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها في الثانويه العامه. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، كل اللي هنتكلم عنه النهارده مرتبط بحاجه اسمها الدوبامين، والدوبامين ده مش هرمون السعاده زي ما الناس فاكره. الدوبامين ده بكل بساطه الوقود اللي بيشغل مخك، اللي بيخلي مخك يتحرك، هو اللي بيقول لك اعمل الحاجه دي، لو عملتها هتبقى مبسوط، فبتروح تعملها. بس خلي بالك، دايما مخي ومخك ومخنا كلنا بيحب يجري على الحاجه اللي فيها مكافاه اسرع. فلو عندك اختيار ما بين حاجتين، الحاجه الاولى اللي انت تفتح انستجرام وتقعد تقلب فيه، والحاجه الثانيه اللي انت تفتح كتاب احياء وتذاكر 10 صفحات فيه، بالله عليك انت هتختار مين فيهم؟ اكيد هتختار الانستجرام، عشان المخ دايما بيحب المكافاه اللحظيه، صور، الوان، ضحك، رسومات، لايكات، دوبامين فوري. لكن الكتاب دي مكافاه بعيده، اكيد مخك هيقول لك ايه؟ ارميها، دي ملهاش لازمه عندنا. بس هنا بقى في طريقه نقدر نخلي بيها مخك يتغير ويفكر صح. 4 خطوات لو انت نفذتهم هتتحول 180 درجه، هتكتشف ان انت فعلا بقيت مدمن مذاكره، مش هتهرب من المذاكره ابدا، هتقعد تذاكر طول اليوم. واول حاجه، ابدا صغير وكافئ نفسك صح. يعني ايه؟ بص، انا عايزك لما تيجي تذاكر تبدا ب 10 دقايق مذاكره بس، ما تقولش انا هذاكر ساعتين ونوقف، لا، ابدا بس ب 10 دقايق عشان ما تملش. انت بمجرد ان انت بدات ب 10 دقايق مخك عارف ان انت هتذاكر 10 دقايق بس وتقوم، فبيفرز دوبامين عالي، بيفرز دوبامين. خلاص، كل ما تقرب للنهايه كل ما الدوبامين ما يزيد، علشان خلاص بقى المكافاه اللي انت هتقوم بدري. فبعد ما تخلص ال10 دقايق اكيد المخ هيجيله فضول يقول لك ايه؟ كمل، في معلومات تانية، في معلومات في الصفحه من تحت انت ما قريتهاش، هيجي لك فضول يقول لك كمل، انا عايز اعرف المعلومات اللي في اخر الصفحه دي بتتكلم عن ايه. ما هو دايما كده، لما انت بتقعد تذاكر هتعدي 5 دقايق عليك، 6 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق، المخ بيغوص في الحاجه اللي انت شغال فيها. زي بالظبط كده ما بتفتح تيك توك بتقول هشوف فيديو 2 وبس، مع فيديو 2 مخك بيقولك كمل. انت دايما لما بتعمل حاجه المخ بتاعك بيستحلاها، فبيخليك تكمل بقى الفيديو الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، لحد بقى ما اليوم يخلص بيك. فانت لما تقعد وتقول هنذاكر 10 دقايق، ال10 دقايق دول هيبقوا ساعتين، هيبقوا 3 ساعات. وعايزك كمان بعد كل جلسه مذاكره تفصل كده وتاخد راحه، تعمل فيها حاجه بتحبها، تكافئ نفسك صح، تقوم تاكل حاجه بتحبها، تشرب حاجه بتحبها، تقوم تفتح البلكونه تشم لك شويه هوا، وهكذا. والحاجه الثانيه اللي انت لازم تعملها، ودي اهم حاجه في الاربعه، اللي انت تذاكر وقت ما الدوبامين بتاعك يكون عالي. بص، الدوبامين بتاعك بيكون في اعلى مستوياته اول ما بتصحى من النوم. انت اول ما بتصحى من النوم لسه مفيش اي حاجه زعلتك، مفيش اي حاجه جت عليك، مفيش اي حاجه عصبتك، مفيش اي حاجه نرفزتك، ولا اي حاجه عكننتك، ولا مفيش. بص، انت لسه ابيض بيور، تركيزك في اعلى مستوياته في اللحظه دي اللي هي اول ما بتصحى فيها من النوم. هتصحى من النوم تمسك الموبايل، حرام عليك. لكن لو سبت الموبايل اول ما تصحى من النوم وفتحت الكتاب اول ما صحيت من النوم، حرفيا بص تركيزك هيكون، بص، اضعاف 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 تركيزك العادي. ودايما اول ما تصحى من النوم وتبتدي تذاكر ابدا دايما بالماده الصعبه، اصعب ماده عليك، علشان بعد كده اللي جاي يخلص بسرعه، اللي جاي كله يكون سهل. والحاجه الثالثه، نام كويس، لاني والله قله النوم بتقلل جامد من افراز الدوبامين. يعني مش قادر تركز، مزاجك وحش، كل حاجه تقيله عليك، افتكر دايما ان وقت النوم ده هو ده الوقت اللي بيعيد فيه مخك ترتيب المعلومات صح، ده الوقت اللي مخك بيثبت فيه اللي انت ذاكرته امبارح. يعني وانت نايم دماغك بتراجع الدروس اللي انت ذاكرتها وتخزنها في الذاكره الطويله. لكن لو حرمت نفسك من النوم انت مش هتذاكر اكتر وهتنسى اسرع. والخطوه الرابعه بقى، ابعد عن التحفيز السريع، اياك والتحفيز السريع، هيوديك في داهيه، ده عدو النجاح وعدو المذاكره. كل ما تيجي تفتح تيك توك وتشوف فيديوهات قصيره مخك بيفرز كميه ضخمه من الدوبامين، كميه مهوله من الدوبامين. فلما تقفل الموبايل بعد كده وتروح تذاكر اكيد مخك هيمل، اول ما يبص للكتاب كده هيلاقي نفسه ملان، مش هيديك اللي انت عايزه في المذاكره. وفي الاخر انت بتيجي تشتكي، هو انا ليه ما بنعرفش نذاكر نص ساعه على بعض؟ علشان جرعه الدوبامين الضخمه اللي انت خدتها قبل ما تبدا جلسه المذاكره دي هي دي اللي مأثره عليك. عشان كده بقول لك اول ما تصحى من النوم ذاكر من غير ما تمسك الموبايل، عشان لما تفتح الكتاب دماغك ما تملش، ما تحسش ان انت ضعيف وانت بتقرا المعلومات. فانت المطلوب منك ان انت تعمل ديتوكس دوبامين، يعني لازم تقضي فتره كبيره من كل يوم من غير ما تمسك فيها الموبايل. انت اقعد كده وحط مواعيد في دماغك لمسكه الموبايل، يعني انا همسك الموبايل النهارده من الساعه 6 ل 6 ونص، بكره همسك الموبايل من الساعه 7 ل 8 بالليل، بعده همسك الموبايل برضه من الساعه 4 لحد 5 ونص، وطول اليوم ما بمسكش الموبايل. وده الصح.
عشان دماغك تشتغل وتفكر بدل ما بتقعد تعيط كل شويه وتقول انا ما بنعرفش نذاكر، انا مضغوط، اليوم بيخلص بسرعه. المشكله في ده. فلو انت عملت كده والله انا اهو بوعدك الدوبامين في دماغك هيرجع للمستوى بتاعه الطبيعي واحسن من الاول كمان. ووالله والله 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 انت مش لازم تكون عبقري، بس لازم تكون فاهم ازاي تخلي مخك يشتغل معاك مش ضدك. فابدا النهارده بخطوه صغيره، ذاكر 10 دقائق صح، كافئ نفسك صح، نام كويس، ابعد عن الدوبامين الزايف، وساعتها والله العظيم والله والله انا بوعدك هتلاقي نفسك بتتحول من شخص ما بيحبش المذاكره بيهرب منها لواحد بيعشق المذاكره مدمن للمذاكره. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وباكد عليك تاني اتاكد ان انت مشترك في القناه عشان الفيديوهات اللي احنا بننزلها الفتره الجايه توصلك في ميعادها ومفيش اي حاجه تفوتك. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.